في بداية الفيلم بنشوف مريضة عجوزة موجودة في المستشفى وبتعتني بيها ممرضة جميلة اسمها جوين، فتطلب من الممرضة إنها تزود لها الأكسجين. لكن اللي بيحصل بعدها بيكون صادم. الممرضة بتقفل الأكسجين عليها، وبسبب اللي عملته جوين المريضة بتفقد القدرة على التنفس تماما وبيبدأ قلبها يتوقف. بعدها الممرضة بتتظاهر إنها بتصرخ وبتطلب كود أزرق علشان الدكتور يجي ينقذ المريضة، لكن الحقيقة إن الممرضة كانت بتعمل كل ده وهي واقفة قدام باب الغرفة وبتبتسم ابتسامة مرعبة. وبعد ما تتأكد جوين إن كل حاجة حصلت زي ما هي عايزة، بتخرج من الغرفة وكأنها راضية تماما عن اللي عملته. بعد كده المشهد بيتنقل لبيت كبير بتعيش فيه عيلة صغيرة حياة هادية وسعيدة. الزوجة ميرا بتكون بتحضر الفطار لجوزها تود، وفي الوقت ده ابنهم ماكس بيقرب منهم وبيقول لهم إن في مشكلة في رجله. ماكس بيعاني من ضمور عضلي وده بيخليه محتاج يستخدم عكازات علشان يقدر يتحرك ويمشي. وبعدها بنكتشف المفاجأة، الممرضة جوين اللي شفناها في بداية الفيلم هي نفسها اللي بتشتغل في البيت علشان تعتني بماكس. واثناء ما الاربعه قاعدين بياكلوا الفطار مع بعض، فجاه ماكس بيقع بالعكاز بتاعه. جوين بتساعد ماكس ياخد العكاز بتاعه، لكن من غير ما ياخد باله بتفك طرف العكاز شويه عن قصد علشان لما يستخدمه بعد كده يقع بسببه. وبعد وقت قصير تود بيكون جاهز يروح شغله، وميرا بتساعده في ترتيب بدلته. لكن جوين بتبدأ تحس بالغيرة وهي شايفة العلاقة القريبة بين تود وميرا. وبعد ما تود يخرج علشان يروح الشغل، واحدة من صحبات ميرا واسمها كارين بتيجي تزورها في البيت. في الوقت ده الاتنين بيشوفوا قدامهم قد ايه جوين وماكس مبسوطين وهما بيلعبوا بالكرة مع بعض. واثناء كلامهم ميرا بتعترف لكارين انها حاسه ان ماكس وتود بيحبوا وجود جوين اكتر منها. لكن اللي ميرا متعرفوش ان جوين كانت بتسمع كلامهم من غير ما يحسوا. كارين بتنصح ميرا انها تدور على ممرضات تانية وتراجع بياناتهم علشان تلاقي واحده تقدر تحل مكان جوين، لكن ميرا بترفض لانها شايفه ان جوين بتعتني بماكس كويس وانها مهتمه بيه. وفجاه هما الاتنين بيسمعوا صرخه ماكس. ميرا بتجري بسرعة ناحية الصوت وبتلاقي ماكس واقع على الأرض. بتلوم جوين وبتتهمها إنها أهملت في رعايته، لكن ماكس بيدافع عنها وبيقول إن جوين ملهاش ذنب في اللي حصل، وبيوضح إن العكاز بتاعه اتكسر فجأة وهو كان بيتحرك في البيت. ميرا بتحاول تتصل بالدكتور كلير علشان يطمنهم على حالة ماكس، وكمان علشان يطلبوا عكازات جديدة بدل اللي اتكسرت. وفي وقت متأخر من الليل ميرا بتعتذر لجوين عن اللي حصل في الصبح. جوين بتقولها إن مفيش مشكلة وإنها فاهمة إن الموقف كان صعب وموتر جدا بالنسبة ليها كأم. وبعدها جوين بتحضر لميرا شاي بالأعشاب علشان يساعدها تهدى وترتاح. وفي اليوم التالي ميرا بتنضم لمجموعة من الناس اللي بيعانوا من ضمور العضلات. ميرا بتحكي قصتها قدام المجموعة وبتقول لهم إن ماكس اتشخص بالمرض السنة دي، وبتبدأ تحكي لهم إن الأعراض ظهرت عليه لأول مرة لما كان بيطلع على الزحليقة، وفجأة رجليه اتزحلقت ووقع لورا على الرملة. ميرا مش بتقدر تمنع دموعها وهي بتفتكر اللحظة دي، ولما ميرا بترجع البيت بتتفاجئ بوجود جوين قدامها كأنها ظهرت فجأة وبتقدم لها كوباية شاي تانية. وبعدها ميرا بتنام على الكنبة وبتيجي الدكتورة كلير للبيت علشان تسلم ماكس العكازات الجديدة، لكن جوين بتمنعها من إنها تقابل ماكس وبتتصرف بشكل غريب جدا. وقبل ما الدكتورة كلير تمشي من البيت بتبص لجوين وتقول لها إنها حاسة إنها شافتها قبل كده، لكنها مش قادرة تفتكر قابلتها فين بالظبط. ومع كده بتوعد جوين إنها لو افتكرت المكان اللي شافتها فيه هتبلغها. وفي الليل جوين بتروح لبيت الدكتورة كلير، وقبل ما جوين تدخل البيت بسرعة بتحقن الدكتورة كلير بحقنة غامضة. وبعدها بتقول لها انهم كانوا يعرفوا بعض من ايام شغلهم في المستشفى، والحقيقه ان الاتنين كانوا بيعالجوا نفس المريضه اللي جوين حاولت تقتلها في بدايه الفيلم. لكن المفاجاه الاكبر ان جوين بتعترف للدكتوره كلير انها ناويه تقتلها هي كمان، لكن لسه محدش يعرف ايه السبب الحقيقي اللي مخلي جوين مصممه على التخلص من كل شخص يقف في طريقها. وبنكتشف ان جوين عندها هوس غريب بالعلاقات العائليه، وده السبب اللي مخليها بتتصرف بالطريقه المرعبه دي. وبعدها بنكتشف انها حقنت الدكتوره كلير بجرعه كبيره جدا من الادويه وخلتها تفقد الوعي تماما. وفي وقت متأخر من الليل ميرا بتستقبل مكالمة من شخص مجهول اسمه ديفيد، وبيحاول يقرب منها عن طريق انه يحكي لها ان ابنه كارتر بيعاني هو كمان من ضمور العضلات. لكن لما ميرا تحاول تعرف شكل الشخص اللي بيتكلم معاها بتلاقي ان الصورة الوحيدة اللي عندها عبارة عن صورة مشوهة وجودتها ضعيفة جدا. ديفيد بيحكي لها ان مراته ماتت وان بعد وفاتها بقى محتاج مساعدة ممرضة علشان تعتني بابنه كارتر. ولما ميرا بتسمع كلامه بتحس انها عملت القرار الصح لما سمحت لممرضة تعيش معاهم في نفس البيت علشان تساعدها في رعاية ماكس. لكن ميرا ما عندهاش أي فكرة إن ديفيد مش شخص حقيقي أصلا، لأن الحقيقة إن ديفيد ده هو جوين نفسها. جوين بتستخدم برنامج على الكمبيوتر علشان تغير صوتها وتظهر لميرا على إنها راجل اسمه ديفيد. وفي الصبح كارين بترجع تزور ميرا في بيتها، بينما ميرا قاعدة بتفطر مع عيلتها، لكن ميرا لسه مش عارفة إن الشخص اللي كان بتكلمه بالليل كان أقرب شخص ليها طول الوقت. وكارين بالصدفة بتوقع شوية من المشروب على قميص تود، وفي الوقت ده جوين بتفضل تبص لتود باهتمام غريب وكأنها بتحبه.
وبعدها بتاخد هدوم تود وتوديها لغرفة الغسيل. كارين بتلاحظ إن ميرا مش كويسة، فبتعرض عليها تساعدها وتجيب لها شنطة من أوضة المكتب. لكن وهي معدية جنب غرفة الغسيل بتلاقي جوين وهي بتشم هدوم تود وكأنها متعلقة بريحته بشكل غير طبيعي. وفي الليلة اللي بعدها جوين بتتصل بميرا تاني وهي متظاهرة إنها ديفيد، وبتسألها عن حالتها وحالة ماكس. ميرا بتقول لها إنها مش حاسة إنها كويسة النهاردة، فديفيد بيقترح عليها إن الممرضة اللي عندها في البيت تكشف عليها وتطمن إنها بخير. بعد ما بتقفل المكالمة جوين بتتحرك على طول ناحية ميرا وبتعمل نفسها إنها سمعت ميرا وهي بتتكلم في التليفون، وبتبدأ تتهمها بطريقة غير مباشرة إنها ممكن تكون بتخون تود. وبعدها جوين بتروح لتود وبتقول له إن ميرا كانت لسه بتتكلم في التليفون مع راجل غريب، وتحاول تدخل الشك في دماغه وتخليه يصدق إن مراته ممكن تكون بتخونه. لكن تود بيدافع عن ميرا وبيقول إن مراته مرهقة جدا وممكن مش بتنام كويس بسبب الضغط اللي عليها. جوين بعدها بتقول له تصبح على خير وبتحضنه بطريقة غريبة. وفي الصبح جوين وتود بيكونوا في المطبخ بينما ميرا لسه نايمة، وواضح إن جوين بتدور دايما على أي فرصة تخليها تقضي أكبر وقت مع تود. لكن خطتها بتفشل في اللحظة دي بسبب ميرا اللي بتصحى من النوم وبتدخل عليهم فجأة. وفي نفس الوقت جوين بتكون حضرت الفطار وكمان بدأت تتولى كل شغل البيت تقريبا. وتود بيبدأ يقلق على ميرا لأنه بقى يشوفها كتير وهي نايمة على الكنبة. وبعدها كارين بتتصل بميرا علشان تشكرها على الورد اللي بعتته لها بمناسبة عيد ميلادها. لكن ميرا بتتوه وسط الكلام لأنها مش فاكرة أصلا إنها بعتت ليها أي ورد، وده بيخلي السؤال المرعب يظهر في دماغها لأول مرة: مين اللي بعت الورد باسمها؟ كارين بتبدأ تقلق أكتر على حالة ميرا وبتنصحها إنها لازم تروح لدكتور وتطمن على نفسها. لكن بعدها بنكتشف إن جوين هي اللي بعتت الورد لكارين من الأساس، وبتحاول تبرر الموضوع إنها كانت خايفة ميرا تنسى عيد ميلاد صاحبتها. وبعدها فجأة ميرا بيغمى عليها، ولما بتفوق بتقول إنها عايزة تروح للدكتور، وبتطلب من جوين إنها ما تقولش لتود أي حاجة عن اللي حصل. لكن بدل ما جوين تكتفي بكده بتعرض عليها تاخد عينة من دمها وتوديها للمعمل علشان تتأكد إن كل حاجة تمام. وفي وقت متأخر من الليل ميرا بترجع تتكلم مع ديفيد وبتحكي له عن المشاكل اللي بدأت تحصل في بيتها. وبعد فترة قصيرة تود وماكس بيرجعوا البيت بينما ميرا لسه مشغولة في المكالمة. ولما ميرا بتحاول تروح مع ماكس لأوضته فجأة نظرها بيبدأ يتشوش، فبتقول له إنها هتيجي بعد شوية. وفي نفس الوقت وهي على وشك إنها هتنام على الكنبة بيوصل لها رسالة من شخص مجهول بيحذرها وبيقول لها إن ديفيد شخص نصاب وإن كل اللي بيقوله ليها كذب. وفي اليوم التالي تود بيحاول يصحي ميرا اللي لسه نايمة على الكنبة، وبالصدفة عينيه بتقع على الرسالة اللي وصلت لها الليلة اللي فاتت على موبايلها. وحتى ماكس نفسه بيبدأ يستغرب وبيتساءل ليه مامته بقت تنام كتير بالشكل ده في الفترة الأخيرة. بعدها ميرا بتعتذر لجوين لأنها كانت بتبص ليها بنظرة سلبية رغم إنها بقالها وقت طويل شغالة في البيت وبتعتني بماكس طول اليوم. لكن جوين بتكون سعيدة جدا بكلام ميرا لأنها بدأت تحس إنها مش مجرد ممرضة في البيت وإنهم بقوا يعاملوها كأنها فرد من العيلة. بعدها ميرا بتستقبل رسالة تانية عن ديفيد، لكن المرة دي بتقرر تقفل الموضوع نهائيا وبترد عليه وتطلب منه إنه يبطل يضايقها ويتواصل معاها. بعد كل اللي حصل ميرا بتجبر نفسها إنها تروح شغلها في اليوم ده. وفي المكتب ميرا بتحكي لكارين إن نتائج التحاليل طلعت سليمة وتقول لها إن نصيحة جوين كانت صح وإن كل اللي محتاجاه دلوقتي هي الراحة. لكن كارين بتصمم إنها لازم تسمع كلام دكتور تاني ملوش أي علاقة بجوين علشان تتأكد إن مفيش حاجة غلط. ومع كده ميرا مش بتشوف إن في سبب يخليها تقلق. وبعدها ميرا بتستقبل إيميل من جوين وهي متخفية في شخصية ديفيد المزيف بيحاول يقنعها إن شخص اسمه ويبر واللي بقى بيبعت ليها رسائل كتير بيحاول يشوه صورته ويفتري عليه. لكن الرسالة التانية بتكون أخطر بكتير لأنها بتحذر ميرا إن ابنها في خطر وبتطلب منها إنها تقابلها في كافيه عشان تعرف الحقيقة وتنقذ ابنها قبل فوات الأوان. ولما ميرا بتكون في البيت تود بيسمع بالصدفة كلامها مع جوين عن الشخص اللي ناوية تقابله في الكافيه تاني يوم. وتود لما بيسمع الكلام ده بيتصدم لأنه بيعتقد إن مراته بتخونه مع راجل تاني. وفي اليوم التالي ميرا بتروح للكافيه اللي ديفيد حدد لها مكانه، لكن هناك بتكون المفاجأة اللي تقلب كل حاجة. ميرا بتقابل ديفيد الحقيقي وديفيد بيقول لها إنه ما عندوش أي أولاد وإن عمره ما اتكلم معاها قبل كده. وبعدها بيكشف لها إن في شخص تاني كان متخفي في شخصيته وبيتكلم معاها باسمه، وبيحكي لها كمان إن مراته ماتت بسبب سرطان الرئة. والأخطر من كده إن في شخص هو اللي أقنع مراته إنها توقف العلاج الكيماوي وما تروحش للدكتور، وده شبه اللي بيحصل مع ميرا بالظبط في الوقت الحالي. لكن رغم كل الأدلة دي لسه مش بيجي في بالها إن جوين ممكن تكون هي اللي ورا كل ده. وفي الوقت نفسه تود بيكون بيتابع ميرا من بعيد وفجأة بيشوفها وهي بتحضن ديفيد، وده بيخليه يصدق أكتر إن ميرا فعلا بتخونه. وعلى الناحية التانية كارين بتروح لجوين علشان تسلم ميرا شنطة بتصميم جديد، لكن كارين عندها سبب تاني للزيارة. هي عايزة تواجه جوين بخصوص الحاجات الغريبة اللي بدأت تحصل في البيت. كارين بتقول لها إنها شافتها قبل كده وهي بتشم قميص تود، وبتهددها بشكل مباشر وبتقول لها إن لو جوين بتلعب بعيلة ميرا وبتحاول تفرق بينهم فهي كده هتبدأ تلعب ضدها. لكن قبل ما كارين تقدر ترجع بيتها جوين بتضربها من ورا،
وبعدها بتاخدها لمكان بعيد، وهناك بتحقنها بمادة مجهولة، وبعدها بتسيب كارين في مكانها مع عربيتها وبتمشي. وفي الوقت ده ميرا بتكون في البيت بتحضر العشاء، وفجأة بيوصل لها رسالة من ديفيد، وفجأة بيوصل لها رسالة من تود، وبيقول لها انه هيتأخر في الرجوع للبيت الليلة دي. وبعد شوية ماكس وجوين بيرجعوا من جلسة العلاج الطبيعي، وفي اللحظة دي جوين بتاخد سكينة ميرا من غير ما حد يحس، وبتخرج من البيت بحجة انها رايحة تقابل صديقة قديمة. لكن الحقيقة أخطر من كده بكتير. جوين بتروح تقابل ديفيد، والواضح ان الاتنين يعرفوا بعض كويس جدا، والاغرب ان جوين عارفه مكان بيت ديفيد كمان، لانها عرفت مكانه من خلال ميرا. بعدها بنكتشف الحقيقه الصدمه، ان جوين كانت الممرضه الخاصه بمرات ديفيد قبل ما تموت. ومش بس كده، دي كانت هي اللي بتنصح مرات ديفيد انها توقف العلاج اللي الدكتور وصفه لها. وبعدها جوين بتطعن ديفيد بالسكينه، وبتحط الدم حوالين جثته علشان تخلي المشهد يبان كانه جريمه قتل بشعه. وبعد ما بتخلص اللي عملته، بتسيب ديفيد وبتاخد الشنطه بتاعته معاها. وفي وقت متأخر من الليل تود بيرجع للبيت وهو سكران بسبب الضغط اللي بقى عايشه نتيجة تصرفات مراته الغريبة، وجوين بتستغل حالته دي علشان تقرب منه أكتر، بتاخده لأوضتها وبتبدأ تحاول تقرب منه. لكن تود رغم كل اللي بيحصل بيفضل مخلص لمراته وبيطلب من جوين إنها تسيبه وتخرج من أوضته. وفي الصبح جوين بتقابل تود وبتقول له إن هو اللي حاول يقرب منها في الليلة اللي فاتت. وفي الوقت نفسه ميرا بتكون لسه صاحية من النوم، وبيوصل لها رسالة من ديفيد بيقول لها انه ما قدرش ينام لان ابنه الصغير برضه ما كانش قادر ينام. لكن في تفصيلة صغيرة بتخلي ميرا تبدأ تشك، لان على ازازة المية اللي جوين حضرتها مكتوب تعبير ابن صغير. وفجأة ميرا بتفتكر حاجة مهمة جدا، ديفيد وجوين الاتنين كانوا بيستخدموا نفس اللقب لما بيتكلموا عن الأطفال. ميرا بتبدأ تربط الأحداث ببعض وتشك إن ديفيد وجوين ممكن يكونوا نفس الشخص، وبسرعة بتكب المية اللي جوين حضرتها ليها. وهنا بتكتشف الصدمة، بتلاقي مسحوق دواء موجود جوه ازازة المية. بعدها ميرا بتدخل أوضة جوين وبتبدأ تفتش فيها، وهناك بتلاقي كتاب بيتكلم عن استخدام السموم في الأدوية، وكمان بتلاقي مجموعة أدوية مخبيها تحت السرير. ميرا بتفهم وقتها إنها في خطر حقيقي وبتجري بسرعة من أوضة جوين. لكن في نفس اللحظة جوين بترجع البيت ومعاها ماكس، وجوين بتتفاجئ لما بتلاقي ميرا صاحية بدري بالشكل ده رغم إنها المفروض تكون لسه نايمة. ميرا بتحاول تعرف أكتر عن الدواء اللي جوين كانت بتحطه ليها، لكن جوين فجأة بتدخل عليها ومعاها مشروب، وبتنصحها انها ترتاح كويس وما تجهدش نفسها. وبعدها جوين وماكس بيستعدوا انهم يرجعوا للعياده علشان جلسه العلاج الطبيعي. ميرا بتحاول تقنع ماكس انه يلغي الجلسه النهارده، لكن ماكس بيرفض لانه متحمس لمباراه كره القدم اللي هتكون موجوده في مكان العلاج. وبعد ما جوين وماكس بيخرجوا من البيت، ميرا بترجع لاوضه جوين تاني، وهناك بتسجل فيديو لكل الادله اللي لقيتها وبتوثق اللي جوين كانت بتعمله فيها. وبعدها ميرا بتجهز نفسها علشان تهرب من البيت، وبتتصل بتود. ميرا بتقول لتود ان بقى معاها دليل كامل ضد جوين، وانها سجلت كل اللي عملته وناويه تبلغ الشرطه بكل حاجه. لكن فجاه جوين بترجع البيت، ومن الواضح انها عرفت ان ميرا اكتشفت حقيقتها وان كل اللي كانت بتعمله اتكشف. ميرا بتسالها بسرعه عن ماكس، وجوين بتقول لها انها هتاخدها علشان تشوفه. وفي الطريق لمكان ماكس جوين بتبدا تحكي لميرا السبب الحقيقي اللي خلاها تعمل كل الجرايم دي، وبتقول لها ان طول عمرها كانت ممرضه بتعتني بالمرضى، لكن عمرها ما حست ان اي عيله من العائلات اللي خدمت عندها اعتبرتها فرد منهم، وكل اللي كانت بتتمنى انها تعيش في عيله سعيده زي عيله ميرا. لكن بالنسبه ليها الطريقه الوحيده علشان تحقق الحلم ده كانت انها تتخلص من ميرا وتاخد مكانها في العيله. وفي نفس الوقت تود بيرجع البيت وبيدور على ميرا على طول، لكنه مش بيلاقيها، كل اللي بيلاقيه هو موبايلها. وبعدها بيفتح الفيديو اللي ميرا سجلته كدليل ضد جوين. وفي الوقت نفسه جوين بتوصل بميرا لبيت بعيد، وهناك بتعترف بكل جرايمها، وبتقول لميرا انها قتلت كل شخص حاول يتدخل في حياتها او يهدد العيله اللي كانت بتحلم بيها. وبتعترف انها قتلت الدكتوره كلير وكارين وكمان ديفيد. ميرا اول ما بتسمع الكلام ده بتجري تدور على ماكس، لكنها بتكتشف ان جوين كانت بتكذب عليها من البدايه. وجوين بتقول لها ان ماكس لسه في جلسه العلاج الطبيعي، وانها جابت ميرا للبيت ده بس علشان تخلص عليها. لكن المفاجاه الاخطر ان جوين بتكشف لميرا ان السكينه اللي اتقتل بيها ديفيد عليها بصمات ميرا، لان ميرا كانت اخر شخص استخدم السكينه دي. وكمان زي ما شفنا قبل كده الدم اللي جوين حطته جنب جثه ديفيد كان دم ميرا نفسها، وهو نفس الدم اللي جوين كانت اخدته منها بحجه انها هتوديه للمعمل عشان تعمل لها تحاليل. ميرا اول ما تفهم ان جوين بتحاول تلفق ليها الجرائم بتحاول تهرب، لكن جوين بتقف في طريقها وبتمنعها، وساعتها الاتنين بيضطروا يدخلوا في مواجهه عنيفه ضد بعض. ميرا بتقاوم بكل قوتها، وفي لحظه بتضرب جوين بإبريق الشاي. الضربه بتكون قويه لدرجه ان جوين بتفقد الوعي. ميرا بتستغل الفرصه وبتجري بسرعه من البيت وبتركب عربيتها وبتهرب. وبصراحة نهاية القصة كانت سريعة جدا، لأن الفيلم بينتهي بشكل مفاجئ بعودة تود وميرا وماكس لبعض من جديد كعيلة واحدة. لكن الفيلم ما بيوضحش حصل إيه لجوين بعد كل الجرائم اللي ارتكبتها دي، وبيخلص الفيلم.